المدرب ده بعد ما خلص التدريب بتاعه مع اللاعبين الصغيرين اللي عمرهم ما بين 11 إلى 16 سنة، قال لهم أنا هعمل لكم مفاجأة عشان تطلعوا من جو التدريب ده. اختاروا مكان والمكان ده هتفسحوا فيه وهدفع لكم أنا كل المصاريف وكل الفلوس وهتفسحوا فسحة حلوة. اللعيبة دي انبسطت، قالت أخيرا هنطلع من جو التدريب وهنروح مكان وكمان مش هندفع فلوس. فقرروا اللعيبة إن هم يروحوا كهوف تام لونج لأنها تعد من أجمل وأطول الكهوف في تايلاند. والمدرب طبعا وافق وقال لهم بس اسبقونا انتوا عشان انتوا معاكم العجل بتاعكم وانا هاجيلكم بالعربية. لكن اللي حصل بعد كده كان بمقام صدمة لتايلاند وللعالم كله. ครับตอนเย็นๆทั้ง13คนหายตัวไปหลังจากเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน السلام عليكم. حرفيا القصة دي مليانة بالمتعة والإثارة والتشويق ونهايتها صادمة، والولاد دول مش باين لهم أثر نهائي، واهاليهم طبعا قلقوا، هم ازاي لغايه دلوقتي في التدريب وفي النادي ولسه ما روحوش. عدى فتره كبيره من الوقت والعيال دي مش باين لها اثر نهائي، والاهالي ابتدت تقلق اكتر لغايه لما قرروا ان هم يتواصلوا مع النادي ويشوفوا عيالهم راحوا فين. اول ما كلموا النادي قال لهم عيالكم روحوا من زمان وما نعرفش عنهم اي حاجه. وبدأ القلق يزيد عند أهالي العيال لدرجة إن هم نزلوا في الشوارع وابتدوا يدوروا عليهم لغاية لما لقوا حاجة غريبة جدا. شافوا من بعيد بقى عيل بيمشي قدامهم كده، والعيل ده كان بيتدرب معاهم في الفترة الأخيرة. أول ما شافوه ابتدوا يرتاحوا نفسيا شوية وحسوا إن عيالهم هيلاقوه، وجريوا عليه بسرعة وسألوه هو فين العيال اللي كانت بتتدرب معاه وليه لغاية دلوقتي لسه ما رجعوش، هم راحوا فين بالظبط. هو طبعا لما لقى كمية الأهالي دول بتجري عليهم قلق وخاف وتوتر وقال لهم هم كانوا معايا فعلا بس راحوا مع المدرب رحلة عشان يزوروا كهوف تام لونج. وطبعا ساعتها كانوا بلغوا الشرطة. طلعت بقى الشرطة والأهالي وناس كتير من تايلاند يروحوا على كهوف تام لونج يشوفوا العيال دي فين بالظبط وايه اللي حصل لهم وهل لسه عايشين ولا لا. أول بقى ما راحوا هناك كانت دي الصدمة، فعلا لقوا عجل العيال ولقوا الشنط بتاعتهم ولقوا الحاجات بتاعتهم ولقوا سيارة المدرب ولقوا حاجة المدرب، بس العيال مش موجودة نهائي، اختفت تماما. واللي زود القلق أكتر إن فصل الشتاء جه بدري في تايلاند، وده معناه إن الكهوف دي أول ما بيجي فصل الشتاء بيوقفوها. ليه؟ لأن المطر بيخش جواها وبيغطيها، يعني لو حد جوه والمطر جوه حرفيا هيموت، لأن في مكانين اتنين بس هو اللي هيخليهم موجودين عايشين جوه، والمكانين دول ما يعرفهمش غير بعض الغواصين في تايلاند. ما تعرفوش عن الكهوف ان في ناس كتير ما تعرفش تعوم جوه الكهوف وغواصين، لان الكهوف دي محتاجه غواصين معينين عشان تقدر تعوم جواها، لان المساحات ضيقه جدا وفي ناس كتير ممكن تموت جوه، وخصوصا الكهوف اللي هم راحوها، لان الكهوف دي من اطول الكهوف في تايلاند، لدرجه ان في ناس كتير قالوا خلاص العيال دي حتى لو لقيناها جوه ده احتمال كبير نلاقيهم ميتين. Who died was young, he was fit, he was a former Navy SEAL, and I think really just underlines how dangerous this case. استدعوا بقى الشرطة البحرية واستدعوا الإسعاف واستدعوا ناس كتير جدا واستدعوا ناس مخصصة إن هي تقلل المية بتاعة المطرة اللي بتخش جوه الكهوف، لكن دي كانت حاجة صعبة جدا لأن المطرة كانت بتنزل بطريقة جنونية. لكن كان طبعا ما قدمهمش حل تاني، لكن استدعوا واحد، والواحد ده من أهم الناس اللي استدعوهم معاه، وجابوا فيرن لأنه عنده خبرة في الكهف ده ومستكشف الكهف ده قبل كده وعارف خباياه كلها جوه. وطبعا فيرن جه فورا عشان يساعدهم، وبعد ما شرحوا له الموقف وقالوا له على كل حاجة قال لهم هو مكانين اتنين، لو المكانين دول العيال موجودين فيهم هيبقوا لسه عايشين، لكن لو احنا رحنا المكانين دول ومش موجودين فيهم العيال دي هتبقى ماتت. Out of the breaking news overseas, 12 players and their coach missing. We don't know how far they have gone. لأن المكانين دول بيبقوا مرتفعين شوية عن سطح الأرض، فممكن يبقوا قاعدين لغاية هناك مستنين حد ينجد. وطبعا كانت عدت أيام كتير، حوالي 3-4 أيام، والعالم كله ابتدى يتكلم عن الحدث ده، وتايلاند كلها قلقانة على العيال دي لو لسه موجودين أو ميتين أو إيه ظروفهم، عايزين يوصلوا للعيال دي بأسرع وقت. جهزوا كل حاجة وجهزوا كل المعدات وكل حاجة والأكسجين، وبدأوا يغوصوا جوه. قرروا إن هم يروحوا المكان الأولاني يشوفوا فيه الأول موجودين العيال ولا لأ، لكن المكان الأولاني ده كان بعيد جدا جدا. رسموا خطتهم وحضروا كل حاجة، ونزل بعض الغواصين جوه للمكان الأولاني ده. لكن في حاجة حصلت غريبة جدا، بعد ما مشوا شوية حلوين ومشوا شوية كتار حصلت حاجة غريبة جدا. في بعض من الغواصين دول داخوا وكانوا تعبانين جدا، فقرروا ان هم يرجعوا، لكن للأسف لما رجعوا كان في واحد فيهم مات. في الوقت ده تايلاند كانت بتعيش حالة من الحزن كانت على البلد كلها، مش عارفين يعملوا ايه. قرروا طبعا قبل ما ينزلوا مرة تاني ان هم يعملوا مكان في النص يحطوا فيه اكسجين ويحطوا فيه بعض الحاجات بتاعتهم ويكون زي مكان استراحة. وفعلا
عشان الطريق طويل نزلوا الغواصين تاني واستعدوا وكانوا على أتم استعداد، ولما وصلوا للنقطة المعينة دي خدوا نفسهم ظبطوا حاجتهم وكملوا الطريق تاني. بعد ما مشوا شوية كتار واحد من الغواصين دول قرب على المكان اللي هو كان متحدد ليه إن هم يوصلوا له. أول ما قرب على المكان ده لاحظ حاجة غريبة، ابتدى بقى ينور بالكشاف بتاعه يمين وشمال ويقرب على المكان ده عشان يشوف الحاجة اللي قدامه دي حقيقة ولا لأ. قرب شوية بشوية لغاية لما لقي عيال جوه ولقى المدرب بتاعهم، وابتدى بقى يطمن. هنا ابتدت بقى البسمة ترجع لتايلاند وللعالم كله، لكن ما يعرفوش إن في حاجة صعبة جدا وشبه مستحيلة أصلا، إن إزاي العيال هتخرج من الكهوف دي ونرجعهم تاني لبر الأمان، لأن العوم في الكهوف دي الغواصين ذات نفسهم ما قدروش يعوموا فيه، فمحتاجة غواصين يكونوا متمكنين جدا. فازاي العيال ده هتخرج اصلا من الكهف ده؟ وده طبعا اللي كان بيفكر فيه الخبراء والشرطيين والغواصين لما عرفوا ان العيال عايشين، ازاي هيخرجوهم؟ وكانت حرفيا شبه مستحيل ان هم يخرجوا. وجت بقى 3 حلول قدامهم، لكن ال3 حلول دول كانوا حاجة اعجازية. يعني اقترحوا ان هم مثلا يحفروا تحت الارض عشان يوصلوا للعيال دول ويطلعوهم. طب ازاي هتطلعهم؟ ازاي هتحدد مكانهم بالظبط؟ وكمان الحفر اللي تحت في الكهوف دي شبه مستحيل وصعب وممكن تأذي العيال، فكان أول حل ده مستحيل وصعب واستبعدوه. الحل التاني بقى إن هم يعلموا العيال العوم عشان يرجعوا معاهم ويزودوهم بأكسجين ولبس وكل حاجة عشان يبقوا مجهزين ويرجعوا معاهم، وده برضو كان صعب. إن أنت إزاي تعلم العيال دول في بيئة زي كده وفي فترة قصيرة، وكمان بقالهم فترة كبيرة جوه الكهوف أكتر من 8-9 أيام جوه، فمش هيقدروا طبعا يعوموا او يتعلموا العوم ويرجعوا معاكم. وبالرغم ان هم اصلا اعمارهم ما بين 11 الى 16 سنه، يعني هم كده صغيرين. فالحل التاني كان صعب جدا. دخل الدكتور بالحل التالت، والحل التالت ده كان مجنون جدا وكان شبه مستحيل، لانه هيعرض العيال للخطر واحتمال يموتوا. لكن ما كانش قدامهم حل غير الفكره دي، يا اما العيال تطلع عايشه يا اما تطلع ميته، لان مفيش حلول تاني. ولو فضلوا جوه اكتر واكتر الاكسجين هينعدم وممكن يموتوا جوه. فقرروا بقى ان هم يطبقوا الفكره الانتحاريه دي، والفكره دي عباره عن انهم يخدروا العيال بمخدر عشان يغيبوا عن الوعي، وبعدين يجيب لهم قناع عشان يقدروا يتنفسوا من خلاله واكسجين، ويلبسوهم اللبس بتاع الغواصين ويربطوهم بقى كل واحد يربطوه مع غواص، وكمان يربطوه ربطه صح عشان ما يتحركش يمين ولا شمال. وكل غواص فيهم هياخد الطفل ده ويرجع بيه زي ما دخل، يعني كل غواص مسؤول عن حياة الطفل. بدأ الغواص الأول إن هو ياخد الطفل الأولاني وطلع الغواص مشي، لكن وهو ماشي في نص الطريق عشان يرجع الطفل ده حصلت حاجة غريبة. اكتشف إن مفعول المخدر اللي خده الواد ده ابتدى يروح، والواد ابتدى يصحى، ولازم هنا يديله حقنة تاني عشان يخدره ويرجعوا تاني يكملوا باقي الطريق. لكن من حسن حظ الغواص ده إن هم كانوا مدربينهم على إن هم إزاي يدوا حقن، وكمان كانوا مزودينهم بحقن معاهم في الطريق عشان لو حصلت حاجة زي كده. وبالفعل ادى الغواص حقنة للواد عشان يخدره وظبط له الدنيا، وربطوه تاني وظبطوا كل حاجة، ورجع أول واد من المهمة دي وخرجه بسلام. لكن هل لسه عايش ولا توفى ولا إيه؟ طلعوا بيه طبعا بسرعة على عربية الإسعاف واطمنوا عليه، كان الحمد لله الواد ده لسه عايش. وعرفوا إن المهمة المستحيلة دي طلعت بنجاح، وطلعوا بقى باقي العيال وقدروا ينقذوهم بعد حوالي أكتر من 10 أيام جوه الكهوف.